لقطات كاميرات المراقبة هي واحدة من أهم الأدوات اللي الشرطة بتستخدمها بشكل منتظم لحل الجرائم وتتبع الأشخاص المفقودين وتحديد المشتبه فيهم. لكن في كتير من الحالات النوع ده من اللقطات بيزود الغموض أكتر، وكتير من القضايا دي فضلت من غير حل لعقود. رقم 10، ليستر ريموند جونز جونيور، المعروف بين المقربين منه باسم LJ، أصله من ولاية ميسيسيبي واتولد سنة 1983. أصحابه بيقولوا إنه كان قريب جدا من والدته وإنه شخص ودود وبيحب يضحك الناس. في سنة 2020 كان على وشك التخرج من جامعة ولاية ميسيسيبي، وكان بيدرس هندسة الكيمياء الحيوية، وأثناء ما كان بيكمل درجة الماجستير بتاعته انضم لأخوية أوميجا بسي فاي وبقى قريب بسرعة من بعض الأعضاء التانيين. في يوم 11 يناير كل حاجة تغيرت لعائلة ليستر. في الصبح ده هو ساق ساعة عشان يزور أمه وأخوه في تيوبيلو، لكن كان عنده خطط تانية لباقي اليوم لأنه كان رايح جاكسون عشان يزور شوية من إخواته في الجامعة. الرحلة دي عادة كانت بتاخد حوالي 3 ساعات عشان تخلص، لكن ليستر كان متحمس يشوف صحابه وأمه. بعدين قالت إن مفيش حاجة في تصرفاته كانت غريبة أو مش طبيعية. في الآخر ودع عيلته وطلع على جاكسون، وتفاصيل الرحلة دي لسه غامضة لحد دلوقتي. المرة الجاية والأخيرة اللي ليستر اتشاف فيها على كاميرات المراقبة كانت في محطة بنزين أكسون على شارع ليكلاند في فلود. كان باين عليه هو بيركن عربيته داخل المحل، وبعد كده استخدم الحمام. بعد كده خرج من المحل، ركب عربيته تاني واتشاف وهو سايق في اتجاه جاكسون. كان فضوا حوالي 15 دقيقة بس على ما يوصل، وده اللي بيخلي اختفائه غريب أكتر. أصحاب ليستر اتفاجئوا لما ما وصلش زي ما كان متفق، والمحققين بيعتقدوا إنه عمره ما وصل جاكسون أصلاً. لما والدته حاولت تتواصل معه على موبايله ما ردش عليها، وبدأت تقلق إن يكون حصل له حاجة. ولما مرت أيام من غير ما تسمع منه أي خبر، اتصلت بوالده اللي عايش في كاليفورنيا، وهو كمان حاول يتواصل معاه لكن من غير فايدة. إخواته في الأخوية ما قدروش يوصلوا له برضه، لكن بعدين اكتشفوا إنه كان سايب تليفونه في حمام محطة البنزين. ده كان بيحصل كتير لأنه ليستر كان دايما بيضيع تليفونه، فعشان كده في الأول الموضوع ما كانش مقلق قوي. ولما راجعوا تسجيلات كاميرات مراقبة في محطة البنزين ما كانش فيها أي حاجة غريبة، ووقتها افتكروا إن ليستر بس مش قادر يتواصل مع أي حد يعرفه. للأسف بما أنه ما كانش معاه تليفونه، الشرطة ما قدرتش تتبع تحركاته، لكن بعدين اتضح أنه تكلم مع واحد من إخواته في الأخوية في التليفون لمدة حوالي 8 دقايق، والرجالة دول بعد كده أنكروا المكالمة دي، وما اعترفش أنه تكلم مع ليستر في التليفون في الليلة دي غير بعد ما تسأل أكتر من مرة وبنصيحة من محامي. وقتها بس اعترف أنهم فعلا اتكلموا في التليفون. لسه مش معروف المكالمة كانت عن إيه، لأن التفاصيل دي ما اتنشرتش للناس. قضية ليستر بقالها سنين طويلة متوقفة لحد دلوقتي، ولسه محدش لقى ليستر. في ناس بتعتقد انه اخواته في الاخوية ليهم علاقة باختفائه، وناس تانية شايفة انه ممكن يكون سافر المكسيك لأسباب مش معروفة. هو موصوف انه شعره بني وعيونه سوداء وطوله 6 أقدام ووزنه 205 باوند. في تسجيلات الكاميرات هو لابس قميص أزرق وبنطلون جينز أزرق، وممكن يتعرف عليه من التاتوهات اللي عليها الحروف الأولى LJ على صدره، واسم يسوع على ظهره، وكلب بيتبول على دراعه الشمال. وجملة أن تعيش يعني أن تعاني، وأن تنجو يعني تلاقي معنى، وكلمة المعاناة على ظهره. أي حد عنده معلومات زيادة عن قضيته يتواصل مع قسم شرطة ستاركفيل على الرقم 662 323 4134 رقم 9. في سنة 2024 الشرطة في برلينتون أونتاريو كانوا معتقدين أن سلسلة السرقات اللي حصلت في محلات المجوهرات في المنطقة ممكن تكون مرتبطة بنفس مجموعة اللصوص، ونشروا تسجيلات كاميرات المراقبة للحوادث دي عشان لو في حد يعرف المشتبه فيهم يقدر يجي ويبلغ بمعلومات تساعد في تتبعهم. في ديسمبر من نفس السنة المحققين اتبلغوا يروحوا لمحل مجوهرات في فيرفيو مول بعد ما مجموعة من اللصوص الملثمين دخلوا المحل واستخدموا شواكش لكسر الفترينة عشان ياخدوا المجوهرات اللي جواها. التسجيلات اللي تم استرجاعها بعد الحادثة أظهرت اللصوص وهم بيجروا من المحل بعد السرقة، ويبان إن في أفراد أمن بيطاردوهم عن قرب. الرجالة بعد كده ركبوا عربية للهروب، لكن اتعرضوا لحادثة وهم بيحاولوا يهربوا. الرجالة نطوا من العربية وجريوا على رجليهم،
ولحسن الحظ الناس الأبرياء اللي كانوا في العربية التانية ما تأذوش. دي كانت واحدة بس من 43 عملية سرقة بنفس الطريقة حصلت في 2024، واللي سببت قلق كبير للسلطات. في يوم 5 ديسمبر من نفس السنة العربية استخدمت في اقتحام محل مجوهرات، وبعدها المشتبه فيهم دخلوا المحل وهم شايلين أسلحة نارية وابتدوا يكسروا الفتارين وبعد كده هربوا. في الحالة دي تم القبض على 4 أشخاص، لكن في سرقات كتير تانية لسه ما تحلتش. قبلها بيوم أثناء سرقة مول فيرفيو اتقبض على 6 أشخاص، لكن 6 تانيين قدروا يهربوا ولسه هاربين من القانون. الفيديو اللي من المحل ببين الرجالة وكلهم كانوا مغطين وشوشهم وهم بيستخدموا الشواكيش علشان يكسروا فترينات العرض، وموظفين المحل كانوا مرميين على الأرض وخايفين على حياتهم. معظم الرجالة لابسين هدوم سودا، مع إن في واحد على الأقل لابس هودي فاتح اللون. بشكل لا يصدق ولا واحد من موظفين المحل اتصاب بأي إصابة، مع أنهم عاشوا تجربة صعبة جدا ومؤلمة. في يوم 2 ديسمبر محل مجوهرات في مول هيلكريست اتسرق، ومرة تانية الحرامية استخدموا الشواكيش علشان يسرقوا قطع غالية كتير. الشرطة قالت إن 5 رجال كانوا متورطين في الحادث ده، لكن اعترفوا إنهم ما قدروش يحددوا أي مشتبه فيهم. صاحب محل باي أند سيل جويلرز في مول مابل فيو قال إنه كان فاكر إن الأشخاص اللي سرقوا محله في اليوم ده كانوا مراهقين، وإنه كان مشغول بيتكلم مع زبون لما فهم اللي بيحصل. وأضاف إنه الجناة قدروا يهربوا بحاجات ثمينة قيمتها حوالي $100,000، ومعظمها كان من الذهب والفضة. لحسن الحظ كان موصي الموظفين عنده إنه لو حصلت سرقة ما يتدخلوش عشان ممكن يتصابوا أو يحصل لهم حاجة أسوأ. المحل اتعرض للسرقة قبل كده، بس السرقة اللي فاتت حصلت في نص الليل وما كانش فيه حد في المحل وقتها. الجرأة اللي بتحصل بيها السرقات دي مسببة قلق كبير للشرطة، مع أنه كتير من المشتبه فيهم لسه هاربين، لكن عندهم أمل إنهم في الآخر هيتم القبض عليهم ويتم تقديمهم للعدالة. لو تعرفت على أي حد منهم في الفيديو ده أو عندك معلومات إضافية تقدر تشاركها مع الشرطة، اتصل بخط الإبلاغ عن الجرائم على 1-800-222-8477، والمتصلين يقدروا يفضلوا مجهولين لو حابين. رقم 8، حانة أولد مان أند سيف اللي موجودة في بولتون إنجلترا تعتبر واحدة من أقدم أماكن الشرب في البلد، وبتعود لسنة 1251. على مر القرون تجددت الحانة كذا مرة، وأشهر تجديد كان سنة 1636، وبعدها فضلت تقريبا زي ما هي. غريب لما تفكر أن نفس الحانة كانت مكان تجمع للناس في العصور الوسطى وللجنود وقت الحرب الأهلية، ودلوقتي في العصر الحديث بتجمع رجال أعمال وطلبة وأهالي البلد كلهم. مش غريب بقى إن المبنى ليه حكايات غريبة كتير مرتبطة بيه، وكل اللي يعرفوا المكان متفقين إن في حاجة غريبة بتحصل جواه. معظم الناس بيعتقدوا إنه المكان مسكون بروح من زمان، لكن في ناس تانية حاولوا يدوروا على تفسيرات منطقية وفي الآخر ما لقوش حاجة. البار كان موجود لما بولتون كانت لسه مدينة صغيرة، وكل ما المدينة كبرت على مر السنين البار كمان ازدهر. ليه تاريخ طويل وناجح، لكن مع العمر الطويل ده في قصص عن خيانة وخناقات وإعدامات وناس ماتت، وكتير من الناس بيعتقدوا إن الحاجات دي زودت سمعة البار المرعبة، وده ممكن يكون اتأكد من بعض تسجيلات كاميرات الأمان في المبنى. معروف إنه إيرل جيمس ستانلي فقد حياته بالإعدام قدام البار سنة 1651. كتير من الناس بلغوا إنهم شافوا صورته الشبحية وهو بيتعثر حوالين البار. من وقتها وأحيانا كانوا بيحسوا ببقعة بردة جنب المكان اللي كان بيقعد فيه على البار لما كان بيزور المكان. وكمان في تقارير بتقول إن في نادلة كانت بتشتغل في البار ساعات كتير بيتسمع صوتها وهي بتعيط في القبو. بعض الزوار شافوا الكؤوس ورا البار وهي تتحرك كأنها لسه بتنظفهم وبتلمعهم وهي بتعيط باستمرار. أوقات الأنوار في البار بتبدأ تومض فجأة من غير سبب، وده خلى ناس أكتر يصدقوا إن المكان مسكون، في حين إن ناس تانية قالت إن المبنى قديم جدا، وده ممكن يكون بسبب الأسلاك اللي باظت. في سنة 2014 تم رفع فيديوهات كاميرات المراقبة من البار على الإنترنت، وأقنعت كتير من الناس إن فعلا في حاجة مريبة فعلا بتحصل في أولد مان إن سيف. الفيديو بيبدأ الساعة 6:17 الصبح لما كان البار فاضي تماما ومعظم الأنوار كانت مطفية. في الأول الأنوار بدأت تومض بسرعة وتطفي وتنور،
وشكله شخص ظهر في آخر البار لكنه اختفى بسرعة كأنه عمره ما كان موجود. وبعد كده كل حاجة بقت هادية، وصاحب البار ريتشارد جرينوود عمره ما كان هيعرف إن ده حصل لو ما كانش شاف تسجيلات الكاميرات. وأثناء كلامه مع الإعلام عن التسجيلات، جرينوود قال إن الحانة مسكونة ب53 روح مختلفة. وفي وقت من الأوقات أتواصل مع مجموعة من المحققين في الأمور الخارقة، وقدروا يسجلوا أصوات كتير من غير ما يكون في حد ظاهر باستخدام أجهزة متخصصة، وده أكد شكوكه إن الحانة مسكونة. فنان اسمه ليو بينغ وونغ قال إنه قدر يحبس واحد من الأشباح في حمام الرجال، وبعد كده قبض عليه بجهاز معمول مخصوص وعرضه في مركز الفن الصيني المعاصر في مانشستر. الادعاء ده طبعا اترفض من أغلب الناس، لكن لسه في كتير مقتنعين إن الحانة مليانة أرواح من أيام زمان، وإنهم هيفضلوا هناك لسنين كتير جاية. رقم 7. إحنا عايشين في عصر بقى فيه التكنولوجيا جزء طبيعي وأساسي من حياتنا اليومية. معظمنا شايف ده كراهة، بس كمان سبب قلق كبير لناس كتير، لأننا دلوقتي بقينا متأكدين إن في ناس كتير بيتراقبوا من خلال أجهزتهم الذكية. وده حصل بفضل اعترافات وكالة الأمن القومي اللي اعترفوا فيها إنهم كانوا بيجمعوا البيانات الوصفية تحت قانون باتريوت، وده شمل بيانات مكالمات تليفونية لمواطنين عاديين ما عملوش أي حاجة غلط، وكان المفروض ما يتراقبوش أصلاً. ومن الطبيعي إن الناس بقت تشك أكتر وأكتر في الأجهزة دي زي الموبايلات والتلفزيونات الذكية والتابلتات. بس أغلب الناس خايفين من الاختراق مش من الحكومة، لكن من أشخاص عندهم نوايا سيئة. الفيديو اللي نشرته عائلة ليماي في ميسيسيبي عمل ضجة كبيرة على الإنترنت، لأنه بيبين راجل قدر يخترق واحدة من كاميرات الرينج بتاعتهم وسيطر على كاميرا الجهاز وبدأ يتواصل مع بنتهم الصغيرة. أشلي ليماي والدة البنت قالت إنها قررت تركب كاميرا في أوضة بنتها علشان تقدر تراقبها وهي بتشتغل بالليل كممرضة، وأضافت إنها فكرت في كاميرات كتير مختلفة، وبعد ما عملت بحث كتير استقرت على الموديل ده بالذات. في ليلة من الليالي زي ما باين في الفيديو، بنتها دخلت أوضتها بعد ما سمعت أصوات غريبة جاية من هناك، وبعدها بدأت تسمع صوت راجل طالع من الكاميرا، وكانت بتتسمع وهي بتسأل مين ده؟ ورد الراجل بصوت مخيف: أنا صاحبك المفضل، أنا بابا نويل. وبعدين قال لها إنها حرة تعمل أي حاجة هي عايزاها، زي إنها تكسر التلفزيون أو تبهدل أوضتها أو تكرر كلمة شتيمة كان هو بيناديها بيها. بعد كده خرجت من الأوضة وهي باين عليها الخوف وعدم الارتياح، وكان صوتها مسموع وهي بتنادي على أشلي: أنا أعز صاحب ليكي، أنت تقدري تعملي اللي أنت عايزاه دلوقتي، تقدري تبهدلي أوضتك، تقدري تكسري التلفزيون بتاعك، تقدري تعملي اللي أنت عايزاه، يلا تقدري تقولي الكلمة السحرية؟ مين هو كريسمس؟ أنا أعز صاحب ليكي، أنا سانتا كلوز. دي واحدة بس من عدة حوادث زي دي حصلت على مدار السنين. في حالة من الحالات أب كان سامع راجل بيتكلم من خلال كاميرا كانت محطوطة على رخامة المطبخ، ولما تواصل مع الشركة المصنعة قالوا له فعلا إن الجهاز اتهكر، مع إن الشركة بتقول إن الاختراقات دي بتحصل بسبب اختيار كلمات سر ضعيفة، لكنهم ما شرحوش ليه التحقق بخطوتين مش إجباري وقت تركيب الكاميرات. هم نصحوا عملائهم يستخدموا الميزة دي، لكن ناس كتير شايفين إنها لازم تكون إجبارية مش مجرد اختيار. الشرطة تبلغت بالحادثة اللي حصلت في بيت ليماي وعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يوصلوا للمجرم، بس لسه ما تعرفش عليه. تتبع الهاكرز مهمة شبه مستحيلة، وعشان كده السلطات نصحت المستخدمين يتأكدوا إن أجهزتهم متظبطة كويس ومؤمنة عشان يمنعوا الهاكرز من محاولة الدخول لحياتهم اليومية. رقم 6. عادة لما بنسمع عن ملايين الدولارات اللي اتسرقت بيكون بسبب عملية سرقة متخططة كويس ومعمولة باحتراف في متحف أو بنك. لكن في حالة حصلت في لندن إنجلترا سنة 2024 كانت عكس كده تماما. تسجيلات كاميرات المراقبة اللي وفرتها شرطة لندن بتوضح عملية سرقة حصلت في قصر في المدينة دي، مش عن طريق مجموعة مجرمين خطرين معاهم أسلحة نارية قوية، لكن عن طريق راجل واحد بس محدش قدر يتعرف عليه. البيت ده ملك شافيرا وانغ اللي تعتبر واحدة من الشخصيات الاجتماعية المعروفة في مدينتها الأصلية هونغ كونغ في الصين. وقت السرقة كانت شافيرا مش موجودة في البيت، وما عرفتش غير بعدين إن في حاجات بملايين الدولارات اتسرقت من بيتها يوم 7 ديسمبر في السنة دي.
متحدث باسم العيلة قال إنه السارق حاول يدخل القصر الأول مرة حوالي الساعة 5 مساء في اليوم ده. في المرة دي حاول يتسلق من شباك في الدور التاني باستخدام مفك علشان يفتحه، بس معرفش واحتاج يفكر في خطة تانية. بعد كده طلع فوق سطح البيت ولاحظ إن 2 من الخدامين اللي بيشتغلوا في القصر كانوا ماشيين بعد ما خلصوا شغلهم، ولما اختفوا عن نظره طلع على مزراب خرساني وقدر يدخل المبنى من شباك حمام في الدور التاني كان مفتوح. المربية اللي ساكنة في الأوضة دي كانت في اجتماع في بدروم البيت، فما كانتش تعرف إن في حد اقتحم المكان. المتحدث أضاف إنه الحرامي لازم كان بيتحرك بهدوء شديد زي القطة، لأنه ما وقعش أي مستحضرات تجميل وما سابش أي خدوش، وكان واضح إنه كان ساكت تماما وهو بيتحرك في المكان. هو تجاهل $300 اللي كانوا على المكتب القريب وبدأ يدور على حاجات أعلى قيمة. في لحظة معينة الناس اللي في الاجتماع سمعوا صوت خبط فوق، لكن افتكروا إن ده بسبب ريح قوية بدأت برا. كاميرات المراقبة اللي جوه البيت صورت الحرامي وهو بيتحرك في البيت من غير صوت وبيجمع حاجات غالية جدا زي المجوهرات وشنط الماركات. في لحظة معينة كان هيتكشف من الشغالة، لكنه قدر يتفاداها بثواني بسيطة، ولما فهم إنه في جزء زحمة من البيت بدأ يدور على مخرج أهدى، وفعلا لقى واحد لما دخل أوضة من أوض الضيوف. عمل كل اللي يقدر عليه عشان يفتح الشباك في الأوضة دي، لكن اتعطل بسبب الأقفال الأمان اللي كانت مركبة ولازم تتفك بمفك عشان الشباك يتفتح للآخر. وبفضل الفيديو اللي اتسلم للشرطة اتقدر إن الجاني كان في أواخر العشرينات أو الثلاثينات من عمره، وطوله حوالي 5 أقدام و8 بوصة. كان لابس كاب ستايل بيسبول وبنطلون جينز وقميص أبيض وجاكيت لونه غامق، وبعدين اضطر يهرب من نفس الشباك اللي دخل منه في الأول، لكنه قدر يهرب من غير ما حد يمسكه ومعاه الحاجات اللي سرقها وحوالي $20,000 كاش. في المجمل الراجل ده سرق فلوس كتير من البيت ده من حيث قيمة الحاجات اللي أخدها، وفي مكافأة قيمتها $670,000 لأي حد يتعرف على الحرامي ويساعد في القبض عليه وتقديمه للعدالة. لو أي حد قدر يرجع الحاجات المسروقة هيحصل على مكافأة قيمتها 10% من كل الحاجات اللي اتخذت. أي حد عنده معلومات زي دي مطلوب منه يتواصل مع الشرطة على الرقم 101. رقم 5. في مارس 2018 سيرجي سكريبال الجاسوس الروسي السابق كان عايش في سالزبري إنجلترا، واشترى بيتا شبه منفصل هناك في 2011 بعد برنامج تبادل جواسيس بين روسيا وأمريكا. بيقولوا إنه كان بيفضل يعيش في حاله وكان عايش حياة هادية. قضى شوية وقت في سالزبري مع مراته لودميلا، لكن للأسف اتشخصت بالسرطان وتوفت في 2012. في مارس 2018 بنته يوليا اللي عندها 33 سنة كانت عايشة في موسكو وقررت تيجي إنجلترا تزور أبوها، بس القرار ده كانت هتندم عليه بعدين. في يوم 4 مارس قرروا يخرجوا يشربوا حاجة في حانة وبعدها تعشوا في مطعم إيطالي. العاملين في المطعم ما لاحظوش أي حاجة غريبة في تصرفاتهم، لكن بعد أقل من ساعة الأمور اتغيرت للأسوأ. يفترض أنهم قرروا يتمشوا في حديقة قريبة، لكن بعد 40 دقيقة بس واحد من الناس اتصل بالشرطة وبلغهم أنه لقى 2 نايمين على دكة في الحديقة وهم فاقدين الوعي. هم بيشرحوا أن عيون يوليا كانت مفتوحة لكنها ما كانتش بتستجيب وكانت شاحبة جدا. حاولوا يعالجوا الاثنين في مكان الحادث، لكن اضطروا ينقلوهم بسرعة لمستشفى قريب لأنه حالتهم كانت بتسوء أكتر. يوليا تعافت كويس وخرجت في إبرين، لكن سيرجي كان بيعاني عشان يتعافى وما خرجش غير في آخر مايو. محقق كان حاضر في مكان الحادث اتنقل هو كمان للمستشفى، لكنه تعافى بعد كده. خلال التحقيق اللي حصل بعد كده اكتشفوا ان الأب وبنته اتسمموا بمادة اسمها نوفيتشوك، ودي مادة أعصاب اتطورت في الاتحاد السوفيتي في السبعينات. المادة دي كانت متحطوطة على مقبض باب سيرجي من قدام، وهو ويوليا لمسوا المقبض وتعرضوا ليها، وكمان المحقق اللي عالجهم في الحديقة اتعرض لنفس المادة. كميات بسيطة من السم اتلاقت كمان في الحانة والمطعم، وأكتر من 500 شخص اتقال لهم لازم يغسلوا هدومهم كويس عشان ممكن يكونوا لمسوا المادة القاتلة من غير ما ياخدوا بالهم. بيت سيرجي، الحانة، المطعم، بيت المحقق و2 إسعاف وكمان الحديقة والمنطقة اللي حواليها كان لازم يتنظفوا تماما من أي تلوث قبل ما يعلنوا إنهم بقوا آمنين للاستخدام تاني. للأسف شريك دون سترغيس اللي عنده 44 سنة
لقى زجاجة البرفان اللي كان السم متخزن فيها واداها لها هدية. هي رشت السم على معصمها ومرضت جدا. هي وشريكها اتنقلوا المستشفى وشريكها نجا، لكن دون ما قدرت تنجو. ومع تطور التحقيق في الحادث اكتشفوا ان فيه رجلين بيستخدموا اسماء مزيفة، ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، هما اللي حطوا السم على باب سيرجي، وابتدوا يدوروا عليهم فورا بعد ما ظهروا في تسجيلات كاميرات المراقبة حوالين سالزبري. واتضح بعد كده انهم شغالين في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، وانهم غالبا اتبعتوا في مهمة مدروسة كويس وتخطط لها من شهور قبل الهجوم. المحققين في الآخر عرفوا أن الراجلين كانوا هربوا ورجعوا روسيا بالفعل، وما فيش أي خطط أنهم يتسلموا لإنجلترا. الحكومة الروسية نفت أي علم ليها بالعملية، وكنتيجة كده بريطانيا وأمريكا فرضوا عقوبات على روسيا. المذنبين في القضية دي غالبا عمرهم ما هيواجهوا العدالة على أفعالهم، رغم أنهم معروفين ومتحددين عند الجهات المختصة. رقم 4، الشرطة في تشستر إنجلترا عملت أكتر من نداء للجمهور علشان يطلعوا بأي معلومات ممكن تكون عندهم عن اختفاء مارتن كونوي اللي عنده 39 سنة، اللي ما تواصلش مع أي حد من أصحابه أو عيلته بقاله شهور. مارتن اللي معروف كمان باسم كامبرلي مش بس عيلته والشرطة بيدوروا عليه بسبب اختفائه، لكن كمان كان المفروض يروح قسم الشرطة المحلي لأنه مطلوب علشان إعادته إلى السجن. في تفاصيل قليلة جدا اتقالت في قضية مارتن، والمحققين رفضوا يعلنوا أي معلومات عن الجريمة اللي ارتكبها واللي بسببها دخل السجن في الأساس. فطريقة عمل نظام استدعاء السجن هي إنه لما حد بيتحكم عليه يقضي وقت في السجن، ساعات بيتم الإفراج عنه بدري، وده حسب خطورة الجريمة اللي ارتكبها. بس هم مش بيتسابوا فعلا يعيشوا حياتهم زي الأول، لأنهم لازم يمتنعوا عن ارتكاب أي جرائم تانية. لو خالفوا الشرط ده في الإفراج زي ما عمل مارتن بيتقبض عليهم تاني ولازم يقضوا باقي مدة حكمهم. النظام ده شبه لما السجين يخرج تحت المراقبة، بس في بريطانيا بيسموه إنه بتحط تحت الترخيص. وكمان الشخص مش لازم يرتكب جريمة عشان يرجعوه السجن، لأنه أي تصرف سلبي أو فيه خطورة ممكن يخليهم يعتبروا إنه خطر على المجتمع، وساعتها برجعوه السجن تاني. ده معناه إنه مارتن غالبا ما ارتكبش جريمة خطيرة جدا، لأن المساجين اللي بيرتكبوا بعض الجرائم عادة مش بيبقوا مؤهلين يطلعوا تحت الترخيص. بس ده كله لسه مجرد توقعات، وبرضه لسه محدش عارف إذا كان اختفائه ليه علاقة بأنه اتسحب عليه ورجعوه السجن ولا لأ. لكن ناس كتير توقعوا أنه قرر يختفي عشان يهرب من القانون. آخر مرة اتشاف فيها مارتن كانت في منطقة مدينة تشيشر، وصور الكاميرات أظهرته وهو ماشي في المنطقة دي، والصور دي اتعرضت للناس. الفيديوهات اتصورت يوم 1 و2 فبراير 2026، وما فيش أي حاجة في الصور بتدل أنه كان في أي نوع من الضيق أو الخطر. وهو بيتكلم مع الإعلام متحدث باسم الشرطة قال أنه مارتن ليه علاقات في إليسمير بورت، تشستر وويرال. الناس اللي ساكنين في المناطق دي اتطلب منهم يتواصلوا مع الشرطة فورا لو شافوه علشان يقدروا يحددوا مكانه ويقبضوا عليه تاني. في الشهور اللي بعد ما تعلن أن مارتن اختفى، المحققين استلموا كذا معلومة من الناس وتحققوا منها كلها، بس ما قدروش يلاقوه. سكان مركز مدينة تشيشر اتطلب منهم يفتشوا المخازن والملحقات الخارجية عندهم. يمكن مارتن قرر يدور على مأوى أو يستخبى من السلطات في واحدة من الأماكن دي. ولما ما جاش أي معلومات جديدة نشروا أوصافه للناس. هو شعره ابن فاتح وعينيه زرقاء، وطوله حوالي 5 أقدام و7 بوصات، وجسمه رفيع. وآخر مرة تشاف فيها كان لابس جاكيت أسود مبطن بالفرو في الكبوت، وبنطلون تريننج رمادي وجزمة رياضية بيضة. لو شفت مارتن أو تعرف هو فين، يا ريت تتواصل مع شرطة تشيشر على الرقم 101. رقم 3، نزل قد ايه عدد حالات الأشخاص المفقودين اللي بتبدأ لما الشخص يخرج من المستشفى من غير ما حد ياخد باله وما يرجعش تاني، ومحدش من أهله أو صحابه يشوفه بعد كده. وده بالظبط اللي حصل في حالة هولي كولينسون اللي عندها 29 سنة واللي مرجعتش بيتها من مارس 2026. صور كاميرات المراقبة اللي بتوضح آخر تحركاتها المعروفة اتنشرت دلوقتي للناس، وفي أمل إن حد يتعرف عليها علشان ترجع لأهلها وأحبابها. سبب إقامة هولي في المستشفى ما تكشفش للناس، لكن متوقع إنها تعرضت لإصابة في رجلها،
لأنها خرجت من المبنى وهي ماشية بعكاز. صور كاميرات المراقبة بتبينها بعد وقت قصير من خروجها من مستشفى رويال كورنوال في تيرو الساعة 10:10 الصبح. في الوقت ده كانت لابسة روب مستشفى أبيض بلوفر أخضر وجزمة. استخدمت أكياس بلاستيك بيضا وصفراء بدل الشرابات، وكان باين إنها شايلة شوية من حاجتها. كانت حاجتها محطوطة في كيس بلاستيك شفاف أخذته من المستشفى، وكمان كانت شايلة جيتار أسود في إيدها من نوع تكاميني أكوستيك كهربائي، لأنها ما كانش معاها الجراب بتاعه وقتها. مفروض إنها غيرت هدومها بعد ما خرجت من المستشفى على طول، فغالبا الصور دي ما بقتش دقيقة دلوقتي. الشرطة قالت إنهم بيعتقدوا إنه هولي ركبت أتوبيس بعد ما الكاميرات صورتها بفترة قصيرة، وإنها كانت هتكون ملفتة للنظر بسبب لبسها، وكمان لأنها كانت بتحاول تمشي بعكاز وهي شايلة جيتار، وده كان هيكون متعب جدا. معروف عنها إنها بتستخدم أتوبيسات كورنوال بشكل منتظم، وغالبا الركاب التانيين يعرفوها وتطلب منهم يبلغوا لو شافوها في الأتوبيس في اليوم ده. وبفضل لقطات كاميرات مراقبة تانية معروف إن هولي كانت في شارع تريجلز في ترو يوم قبل ما تدخل المستشفى. وفي اللقطات دي كانت لابسة بنطلون جينز أزرق وطاقية سودة ونظارة شمس كبيرة، وكانت شايلة نفس الجيتار وشنطة يد لونها فاتح. وكمان لازم نلاحظ إنه بيت بطارية الجيتار كان مفقود، فحيبقى فيه فتحة حوالي 4 بصات في المكان اللي المفروض يكون فيه. عائلتها بلغوا إنها معاها سامسونج وآيفون، بس ما قدروش يحددوا لون الأجهزة دي. بعد ما خرجت من المستشفى سابت شوية من الحاجات دي في موقع كرفانات في نيوكوي، ومن ساعتها كمان الحاجات دي اختفت. الشرطة مهتمة جدا تعرف ايه اللي حصل للحاجات دي، عشان لو اتلاقت ممكن توصلهم لهولي. لما عمليات البحث في المنطقة اللي كانت آخر مرة شوهدت فيها ما جابتش نتيجة، المحققين طلبوا من الناس يبلغوا عن أي حد يشوفها. ناس كتير تواصلوا معاهم بمعلومات زي دي، بس الخيوط دي ما وصلتش الحاجة. وصفوها إن عندها شعر أسود طويل وصابغة الجزء اللي فوق باللون الأحمر والبرقوقي، وكمان قبل كده كانت بتعمل شعرها ضفاير دريدلوك بألوان مختلفة. هي جسمها رفيع، طولها حوالي 5 أقدام و7 بوصات، وعندها عيون زرقاء. في وقت من الأوقات اتقال إنها كانت لابسة بالطو أسود وبنطلون أسود وتيشيرت أسود من أديداس بأكمام قصيرة. لو عندك أي معلومات عن مكان هولي اتصل بالشرطة على 999 واذكر رقم البلاغ 733 ليوم الجمعة 1 مايو. رقم 2 كلينتون لوكر، عنده 31 سنة. هو كمان اختفى بعد ما خرج من منشأة طبية، المرة دي في أستراليا، وأسرته اللي نشتت الناس يدلوا بأي معلومات يائسين يعرفوا إيه اللي حصل له. آخر مرة نتشافى فيها كانت يوم 31 أكتوبر 2022، في يوم وصفته والدته ميشيل إنه كان عصر نهاية أسبوع دافٍ جدا. هي قالت إن في اليوم ده كلينتون قضى شوية وقت مع شوية من أصحابه في المدينة قبل ما يرجع لروبي بلدته اللي عاش فيها سنين كتير. وقت اختفائه هو ووالدته كانوا جيران جنب بعض، ووفقا لكل اللي يعرفوه كانوا قريبين جدا من بعض. عشان كده استغربوا إنه ساب موبايله في البيت اليوم ده، لأنه كان متعود يفضل على تواصل معهم. وبسبب كده المحققين قالوا إنهم قلقانين جدا على أمان كلينتون وسلامته، وتابعوا كل معلومة جات لهم في محاولة للعثور عليه، لكن كل محاولاتهم راحت على الفاضي. واحدة من آخر المرات اللي تشاف فيها كانت يوم 31 أكتوبر 2022، وده باين في تسجيلات كاميرات المراقبة اللي اتنشرت للناس. اتصور وهو واقف قدام مبنى خدمة طبية للسكان الأصليين، وتصرفاته كانت طبيعية جدا. كلينتون كان بيزور المكان ده كتير لأنه كان بياخد منه العلاج اللي كان بياخده عشان حالة نفسية اتشخص بيها. هو محتاج ياخد العلاج ده كل يوم، وده زود القلق أكتر لأنه غالبا ما خدش العلاج من يوم ما اختفى. هو قدر ياخد علاجه، وبعد كده راح يزور صاحبه اللي ساكن في شارع شول. حوالي نص الليل كلم ميشيل في التليفون، وهي بعدين قالت إنه كان باين عليه طبيعي جدا، بس بعدين الأمور خدت منحنى غريب. بعد كام ساعة من المكالمة كلينتون وصل عند بيت ميشيل وخبط على الباب، بس لما وصلت للباب كان هو خلاص مشي ومحدش شافه من ساعتها. على مدار السنة اللي بعدها المحققين حاولوا يعرفوا إيه اللي حصل له، بس ما كانش قدامهم حل غير إنهم يطلبوا من الناس أي معلومات جديدة، لأنه كل الخيوط اللي وصلوا لها ما جابتش نتيجة. كلينتون موصوف إنه شعره أسود وعينه بني، وطوله حوالي 5 أقدام و6 بوصة، وجسمه ضخم. وفي الفيديو كان لابس قميص أزرق وأبيض وأحمر،
وشورت فاتح اللون وشبشب. قضيته ما ينفعش تتلخبط مع قضية وصلي لوكر اللي هو كمان اختفى ولسه ما تلاقيش. اتقال إن ممكن يكون الاتنين حصل لهم حاجة وحشة أو ممكن يكونوا تايهوا في الغابة، بس ده لسه ما اتثبتش. أي حد عنده معلومات عن قضية كلينتون يا ريت يتواصل مع كرايم ستوبرز على الرقم 180-0333-0000. رقم 1. في سنة 2024 شرطة كامبريدجشاير في إنجلترا نشرت فيديوهات كاميرات المراقبة لاثنين من اللصوص اللي سرقوا قطعة أثرية ثمينة من متحف إيلي، لأنهم لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا هويتهم. الحادثة حصلت في الساعات الأولى من يوم 7 مايو السنة دي، لما اللصين وصلوا المتحف على سكوترات كهربائية. فيديو كاميرات المراقبة من الساعة 1:23 الصبح في اليوم ده بيعرض جوه المتحف، وفي البداية كل حاجة كانت شكلها طبيعية وهادية، لكن بعدين واحدة من الشبابيك اللي الكاميرا شايفاها اتفتحت من برا، وواحد وشه مش باين في الكاميرا اتشاف وهو بيتسلق وبيعدي من الشباك، وبعدين جري بسرعة جوه المتحف وكان وراه على طول شريكه. زاوية تانية بعد كده صورت الحرامية ده اتنين وهم بيتحركوا بسرعة ناحية ورا المبنى، واضح انهم متوترين من الجريمة اللي هيرتكبوها. وبعد كده اتشافوا وهم راجعين لقدام المبنى ومعاهم حاجتين في ايديهم قبل ما يخرجوا من نفس الشباك ويهربوا من غير ما حد يمسكهم. الحاجات اللي اتسرقت كانت من ضمنها طوق ذهب من شرق كامبريدجشاير، وده طوق رقبة من الذهب الخالص عمره 3000 سنة، وتلاقى في حقل مزروع في سبتمبر 2015، واتباع للمتحف بسعر 220 ألف جنيه استرليني، وده يعادل حوالي 295 ألف دولار. شراء الطوق كان ممكن بفضل منحة قيمتها 10,000 دولار من جمعية المتحف وصية بي كرافت، وكمان تمويل إضافي من الصندوق الوطني للتراث التذكاري ومجلس الفنون في إنجلترا وصندوق الفنون لمتحف فيكتوريا وألبرت ومؤسسة هايدلي، وتبرعات من السكان المحليين. القطعة الأثرية الثانية هي سوار من الذهب من العصر البرونزي، بيرجع لحوالي 3000 سنة. تم اكتشافه بواسطة شخص بيستخدم جهاز كشف المعادن في شرق كامبريدجشاير سنة 2011، وفقدان القطعتين دول خلى المجتمع مش مصدق اللي حصل. بعدما تم الإبلاغ عن السرقة للشرطة، المتحف فتش عن بصمات أصابع، لكن ما لقوش أي بصمات، ومفيش أي أدلة ظهرت تدل على هوية الجناه أو تساعد المحققين يوصلوا لمكانهم. يعتقد أن السكوترات كانت بتتساق في موقف سيارات المتحف وعلى الممرات المخصصة للمشاة وراء المتحف قبل وبعد ما حصلت السرقة. ممكن كمان يكونوا راحوا لمكاتب المجلس القريبة وجراج جرانج. مع أنه كان فيه أمل في البداية أنه القطعتين الأثريتين يرجعوا للمتحف، الاحتمال ده بقى ضعيف جدا بعد كل السنين دي، لأنهم غالبا اتباعوا لمقتنين خاصين أو اتسهروا علشان يتباعوا تاني. التحقيق لسه شغال، والشرطة طلبت من أي حد عنده معلومات مفيدة يتواصل معاهم على رقم الطوارئ 101 ويذكر عملية لاكونار. كمان ممكن تبلغ عن أي معلومة عن طريق الاتصال بكرايم ستوبرز على 080-055-5111. شكرا جدا يا جماعة على المتابعة. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك، وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. أنا اسمي توب 5 آنونز، وأشوفكم في الفيديو الجاي.